عايزه اقولك ان بعد الطريقه دي هتنسي كل طرق الكنافه اللي عملتيها قبل كده. كانك بتاكلي تشيز كيك كنافه، بتاكلي مهلبيه بلوزه، حاجه كده تدوب في بقك احلى من الايس كريم واطعم من اي حاجه حلوه كلتيها في حياتك. نسمي الله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك وكومنت وشارك الفيديو مع اصحابك، وتعالي نعمل احلى طريقه للكنافه. هتجيبي نص كيلو من الكنافه وهتبداي تفركوهم بين ايديكي كده، بحيث ان كل الشعيرات بتاعه الكنافه تبقى كل واحده مخاصمه التانيه. ربنا ما يجعل الخصام بين الكنافه، بس هنجمعهم حالا ونوفقهم بس بطريقه حلوه قوي. جبت الكنافه قطعتها، ما تقطعهاش بمقص ولا اي حاجه، سيبيها بطولها كده، هنعملها بطريقه عشوائيه حالا تطلع معاكي تحفه جدا. جبت بقى كوبايه الا ربع من السمنه، عليهم ربع كوبايه من الزيت. السمنه بتدي طعم جميل للكنافه، والزيت بيقرمشها ويديها اللون الذهبي الحلو. المهم يكون الحاجه بتاعتك ريحتها حلوه، ويفضل لو سمنه بلدي. بعد كده دوبت السمنه على الزيت، وعلى نص كيلو من الكنافه بالظبط عليهم معلقتين من السكر البودره، وهنبدا ننزل كل كميه سمنه من الكوبايه. وكده كده هشتغل بايدي، هبدا افرك كل حاجه بايدي. شيلي كل حاجه كده عشان كلها حرام نرمي حاجه ونهدر من الحاجات، من الخامات بتاعتنا. بعد كده هتفركي حلو قوي، بحيث ان كل واحده من شعره الكنافه تحسي كده انها اتغلفت بالزيت والسمنه. والسكر كمان، السكر هيلزقهم في بعض ويخلي لك متماسكه. هتجيبي صينيه، الصينيه دي تقريبا مقاسها 24، ما قستهاش صراحه بس بالويم كده 24 او 5 او 26، علشان ما تبقاش معاكي قطعه تخينه وتبقى رفيعه كده. هتحطي قاعده من غير ما تدهني الصينيه ولا اي حاجه، وبعد كده هتاخدي الكنافه تحطها في الاجناب. شايفين الكنافه بطولها ما اتقطعتش ولا اي حاجه. وبعد كده هتبداي تكبسيها لي حلو، بحيث انها تديكي شكل وعاء، او شكل الصينيه بالظبط. وهتبداي تشوفي صينيه قد الصينيه. طبعا الصينيه دي خمتني وما دخلتش جوه الصينيه، فالحمد لله لقيت صينيه قدها. هحطها بقى في النص كده، وبعد كده مسخنه الفرن على درجه حراره 200 220. دخلي الكنافه، وبعد كده هنشوف هنعمل معاها ايه. تمام تمام. نضفي لي كده حوالين بس الشعر بتاع الكنافه ما بقاش طالع بره، عشان ما يتحرقش ويديكي ريحه مش حلوه. وحطيها في الفرن. وتعالي بقى هاتي لي كوبايه سكر بودره، وكوبايه لبن بودره، ومعلقه زبده، وكوبايه ميه مغليه. اظن عرفتوا هنعمل ايه. هنعمل حليب مكثف محلى اقتصادي وفي البيت كمان. تمام تمام. معلقه زبده واحده كده، وهتحط عليهم كوبايه. هتاخد معايا بالظبط كوبايه وربع من الميه، ميه مغليه من الكتل هتطلعها او من البراد. حطيها لي مغليه جدا عشان هتدوب الزبده وهتديك القوام اللي احنا عايزينه. احتجت كمان شويه ميه، هبدا اضيفهم حبه حبه. يبقى كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، معلقه زبده، وهتحط الميه المغليه حبه حبه لغايه ما توصلي للقوام الجميل اللي احنا شايفينه ده. حطيها بقى جوه التلاجة عشان تاخد درجه حراره التلاجة، ما تبقاش درجه حراره المطبخ، انا عايزاها ساقعه لانها محطوط لها ميه مغليه. تعالي بقى نشوف الكنافه اللي احنا حطيناها في الفرن. خلاص بدات تتماسك، تعمل لون ذهبي كده من الجناب. شيلي بقى الصينيه اللي انت حطاها في نصها، وابداي سيبيها تاخد لغايه ما تاخد اللون ده. خدت اللون ده معاكي، طلعيها بقى. طبعا عايزه تسيبيها في الصينيه سيبيها، انا طبعا كنت هسيبها في الصينيه بس عشان الشكل العام، وعشان انا بصور فيديو فهطلعها في صينيه تانية. فهي لو اتسابت في الصينيه مش هتقول لا، وهتبقى زي الفل برده و100 فل و10. قلبتها في صينيه تانية، طبعا بتقلبيها كده وبعد كده بتقلبيها تاني علشان تبقى وشها لفوق. قلبتها كده، طبعا هي سخنه جدا. اسقي بقى بالحليب المكثف المحلى، هينزل حواليها وهتشربوا، ما تخافيش. عايزه اقول لكم ان مفلفله وطعمها تحفه، والحليب المكثف اصلا بيدي طعم حلو قوي لاي حاجه بيتسقسق فيها. هاتي بقى كوبايتين ونص من اللبن اللي هو نص كيلو، وتعالوا نعمل الحشوه الجباره اللي هنحشي بيها الكنافه دي. حشوه اقتصاديه وسهله وطعمها حلو قوي. معلقتين من الكاستر او النشا، وعليهم كيس من اللبن، كيس من الكريم كراميل، انا اسفه، وكمان فانيليا. هنحطها كده على النار وهنبدا ندوب ندوب ندوب. ايدك فيها ما تشيلهاش، لان احنا حاطين نشا عشان ما يكلكعش معانا ويكتل تحت في الحله ويلزق معاكي وشيته ويخلي طعم الحشوه مش حلو. بعد كده حسيت ان انا محتاجه شويه سكر، حطي السكر على حسب رغبتك. قلبي. احتجتي بقى معلقه نشا او معلقه كاستر لو انت حاطه كاستر. انا طبعا حاطه كاستر يا جماعه مش نشا. فدوبتها في شويه ميه وضفتهم عشان يديني القوام اللي انتوا هتشوفوه حالا. يعني انا بحط مبدئي كده 2 معلقتين نشا على نص كيلو، لان في نشا عامل زي الدقيق بيربط معاكي بسرعه، وفي نشا بيحتاج بدل معلقتين نشا بيحط 4. فاهميني طبعا. قلبتي كده حلو قوي قوي. دوبي لغايه ما تدي القوام ده، وايدك فيها عشان ما تعملش تكتلات وكلاكيع كده وتحتاجي تضربيها بالهاند بلندر او بالخلاط. فيعني خلي ايدك فيها احسن. هاتي بقى فراوله، هاتي مانجا، هاتي موز، هاتي كيوي، هاتي اي فاكهه بتحبيها حطيها معاكي في الحشوه الجميله دي. قطعت كده شويه فراوله، دول تقريبا نص كيلو. انا بحب الحشوه تكون مليانه كده، مليانه من الفاكهه.
قطعت كده مكعبات صغيره، وعندي مانجا من اللي احنا مفرزينها قبل رمضان، طلعتها كده. قطعتها طبعا، مقطعينها شرايح وعايشينها ايه، وعينينها بالشكل ده. قطعت المانجا، وعايزه اقول لكم ان انا طبعا ما اعرفش اكل حاجه من غير الموز، فجبت بقى ايه صابعين موز كده، خليتهم جابوا موز اصلا ضروري علشان خاطر الاكله دي. هنضيف بقى كل الفاكهه ديت. انا اي حاجه من غير موز ما بعرفش اكلها، بحس كده ان الموز بيدي طعم حلو لاي حاجه يتحط فيها، ليه ريحه سبحان الخلاق. يعني حاجه بتخليكي تاكلي اي حاجه وانت مغمضه. والفراوله مع الكنافه عايزه اقول لكم احلى من المانجا مليون مره. مسكت بقى كده، طبعا ممكن تاكليها حالا، يعني تسيبي الكنافه تشرب خالص وتبرد خالص، ما تحطيش عليها الحاجات ديت وهي سخنه. انا حطيت الفاكهه في الكاستر، او في كريم كراميل وهو بارد، مش دافي. وبعد كده معايا بقى كيس اللي هو الكراميل اللي جاي مع علبة الكريم كراميل، وحطيته كده هزين بيه. طبعا هو حالا كل ده هيسيح على وشي كده، حطيه كده بيدي طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم من احلى واطعم انواع الكنافه. عملناها السنه اللي فاتت مع بعض بطريقه تانية، والسنه دي نعملها بطريقه تالتة، والسنه الجايه ان شاء الله نعملها بطريقه رابعه، وربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا. عايزه اقول لكم طعمها حلو، خفيفه كده مش تقيله. الولاد حبوها جدا جدا ما شاء الله عليها. من نص كيلو كنافه هتعملي كنافه هتشتريها من بره بمبلغ وقدره. تعالوا بقى نقطع كده ونشوفها مع بعض. تعالوا طلعي كده، شايفه تحسي انها بركان من الكريم كراميل والكاستر والفواكه، حاجه كده تحفه. خدي بقى قطعه كنافه مع شويه الفواكه بالكاستر والكريم كراميل، حاجه هتدوب في قلبك. جربيها واعمليها لاولادك. عايزه اقول لكم تنفع قوي في حر الصيف دوت، والنهارده الجو حر قوي، انا بسجل لكم الفيديو اصلا. لو كان عجبكم الفيديو واستفدتوا منه باي حاجه، حطوا لايك وشاركوه، لان المشاركه بترفع الفيديو، واللايك بيشجعني انزل وصفات اكتر واكتر. اسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم.